قال حتى لا ارى ذل السؤال على وجهه. شوف العبارة. هؤلاء اهل البيت اللي انت تجلس بمجالسهم يا حبيبي وتنظر لهم 3 ايام يبيتون بلا طعام، يعطون طعامهم لمسكين ويتيم واسير. الان ابوابهم مشرعة، ما ماتوا، الشهداء احياء عند ربهم. الان صيح يا علي، يجاوبك ابو حسين، والله يجاوبك. انا اتكلم عن عقيدة. لما تقول يا علي يعني يا الله، لان الله تبارك وتعالى قال هؤلاء ابوابي الى الحق. كما قلنا اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فانا عندما اقول يا علي هذا طريق الى الله سبحانه وتعالى، لاني انا اصلي واعبد الله، والله سبحانه وتعالى قال لي قل يا علي. لان يوم احد كلكم تقرؤون في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله في كل كتب السيرة، يوم احد عندما وقعت المحنة على المسلمين وتركوا رسول الله فروا، يقول القرآن ثم وليتم مدبرين، بقي الرسول الله بقي وحده والامام علي معه وهو ينادي يا علي ادفع هذه الكتيبة عني، علما ان الرسول لما يقاتل الارض تهتز تحت اقدامه، يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، لكن كان ينادي يا علي ادفع هؤلاء عني، يا علي ادفع هؤلاء عني. فكل المؤرخين يذكرون كلمة الرسول ينادي يا علي يا علي يا علي. هذه امور من حقيقة الايمان. اما هذا صاحب الايمان السطحي القشة التي ضربت ظهر البعير وكسرته، انا لا اتحدث مع هكذا نوع من الايمان. حتى اذا جبت اسم، حتى اذا قبلت شيء او قبلت الضريح فانت مشرك، هذا ما له علاقة بالاسلام. هذا هو الذي صنع الارهاب، وهو الذي صنع التطرف، وهو الذي انزل البلاء على العالم وعلى رؤوس المسلمين. هذا اللون السطحي اللي هو ما في عمق علمي ابدا، لانه بعيد عن مدرسة اهل البيت نهائيا، وحتى عن مدارس المسلمين الاخرى، لان ما عندنا واحد من مدارس المسلمين لا الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي ولا الحنفي يقول بهذه الامور التي نراها. فرسول الله ينادي يا علي. وهكذا لما تروح للامام الحسين سلام الله عليه، لما تذكر ابو الفضل العباس، احنا بالعراق بكل مكان ابو فاضل باب الحوائج الى الله، باب الحوائج. واحد عنده حاجة يروح لابو فاضل يطرق عليه الباب، يقول له سيدي انا جايك بحاجة تمشيني، ما يردك، بس في مجموعة اطفال بالمخيم ما قدر يقضي حاجتهم ويجيب لهم الماء. لذلك بقت حسرة في قلب ابي الفضل العباس، روحي له الفداء. لما احتضنه الامام الحسين يقول له هونت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والداء يؤلمه الذي يسكنه الذي هو اعلم، اخي يهنيك النعيم ولم اخل ترضى